تخيلوا وياي ان في عائلة اشترت كلب الله يعزكم، وهذا الكلب يعتبر من اخطر انواع الكلاب في العالم. اشتروا الكلب هذا لبنتهم، ورغم ان البائع حذرهم من خطورة هذا النوع من الكلاب وان لازم انهم ما يشتروه، ولكن اصروا في شراء هذا الكلب، والنهاية كانت صادمة. سلام، هلا وسهلا بالجميع. صلوا على النبي رفاقة الخير، وياكم اخوكم ماجد العوضي. انزل محتوى قصص باذن الله ينال اعجابكم. فبدون ما نطول في المقدمه ونكثر كلام، لا تنسوا اللايك والاشتراك وسناكاتكم، ونخش بالقصه. تبتدي الاحداث بعائله الله سبحانه وتعالى رزقهم بطفله جميله اسمها شارلوت كانت عمرها في وقت هذه القصة تقريبا 7 سنوات. عائلة شارلوت قاموا يشوفون ان بنتهم تحتاج واحد يسليها ويلعب وياها، وبما انها الاول طفلة بالعيلة كانت تحتاج لاخ او لاخت في نفس عمرها، او حتى عادي يكون حيوان اليف يسليها ويلعب وياها. فقررت العائلة انها تروح سوق الحيوانات وتشتري اي حيوان اليف لبنتهم. وهم قاعدين يتجولون ويشوفون الحيوانات الاليفة، سواء كانت من حيوانات كلاب او القطط او حتى الارانب او الطيور، دخلت شارلوت المحل وقعدت تمشي بين الحيوانات، وسبحان الله من بين كل الحيوانات اللي كانت موجودة داخل المحل ما لفت انتباهها غير هذا الكلب الشرس اللي تكلمنا عنه من بداية القصة. وقعدت على راس امها وابوها وقالت يما انا ابغى هذا الكلب. وطبعا هي اجنبية فبتقول مام داد بدال يمه ويبا. المهم خلينا نكمل التفاصيل هذه، ما لها داعي يا ماجد، خلينا نكمل في القصة. المحل بكبره ما دخل في راسه غير هذا الكلب. طيب يا بنت الحلال اختاري اي قطوة من القطط. لا ما ابغى. طيب ارنب من الارانب. لا ما ابغى. طيب خلاص طير من الطيور. لا ما ابغى. لا حول ولا قوة الا بالله، ما تبغى غير هذا الكلب. طيب خلاص ما يخالف، اشتري كلب بس نوع صغير من اللي يسمونهم بابي، انواع الكلاب الصغيرة. بس قالت لا ما ابغى، ما عنده، راسها يابس، ما تبغى غير هذا الكلب. يعني الام اللي استقعد يا شيخ. طبعا في البداية الام والاب ترددوا انهم يشتروا هذا الكلب لبنتهم، لان الكلب يا ساتر كبير وضخم وعملاق، ويعتبر ويصنف من أخطر وأشرس أنواع الكلاب حول العالم. فنادوا صاحب المحل وقالوا له ترى بنتنا تبغى تشتري هذا الكلب. ولا البائع يشوف الكلب منصدم، يعني من بين كل الحيوانات وكل الكلاب ما شافت إلا هذا الكلب. شافهم صاحب المحل وقال شوفوا أنا الشيء هذا لمصلحتي، إنكم تشترون الكلب، أنا المستفيد في النهاية، بكسب فلوس ويعني بمشي السوق، أنا كبائع مستفيد، ولكن بنفس الوقت أنا كبائع لازم يكون عندي ضمير حي، والحمد لله أنا فيني ضمير، أنا شخص أخاف من ربي. وأقول لكم إياها، هذا الكلب ما ينفع للشراء، خاصة لبنت عمرها ما يتجاوز 10 سنوات. إيش تجيب هذا الكلب لبنت صغيرة، لطفلة صغيرة؟ ما ينفع. وفي كذا من عيلة ترى اشترت الكلب ورجعوه مرة ثانية، وكلام كثير وتعليقات وكلام وآراء سلبية لهذا الكلب. وفعلا يعني الكلب ما هو لمصلحتك إنك تشتريه. ورغم ذلك شارلوت ما زالت مصرة انها تشتري الكلب، وسوت صراخ وصياح ودراما ولا بعدها دراما في المحل. فقالوا خلاص بنشتري لها هذا الكلب. صاحب المحل حاول وياهم كذا مرة ولكن ماشي اي فايدة، هم مصرين على هذا الكلب. يا فلان نجيب لنا هذا الكلب ولا ترانا بنطلع من المحل. فقال صاحب المحل شوفوا أبعطيكم الكلب لكن بشرط إنه لو صار أي شيء لا سمح الله لبنتكم ترى أنا ما هو مسؤول. دام إن الكلب طلع من المحل فخلاص أنتم المسؤولين، أنا مالي شغل. اللهم بلغت اللهم فشل. لا تجون عندي وتحطون اللوم علي. اشتروا الكلب الشرس لبنتهم شارلوت، واتفقوا مع صاحب المحل على الشرط، وخلاص دفعوا كل شيء تمام، وطلعوا من المحل وراحوا لبيتهم. وصل الكلب للبيت وصار الغير متوقع، لأنهم استغربوا من تعامل الكلب لبنتهم شارلوت. البنت مزاجها تحسن وصارت 24 ساعة، وعلى قولة الأجانب 24 hours مجابلة الكلب هذا. خلاص صارت قلبا وقالبا وياه، ما تبى تفارقه أبدا. صارت تقعد مع الكلب أكثر من البشر، وإذا الكلب شوي ابتعد عنها ولا ما شافته بتقعد تصارخ وتصيح والدراما. تعلقت فيه وما تبغى تفارقه أبدا، مرة ملزقة مجابلتنا 24 ساعة. المهم مرت الأيام والأسابيع والشهور والسنين، والكلب ما زال موجود في البيت، وكل سنة تمر الكلب يتعلق فيهم بشكل أكبر، وخاصة مع الطفلة شارلوت. وفي ذاك اليوم الطفلة شارلوت كانت عندها يوم ميلاد. طبعا نحن كمسلمين عندنا فقط عيدين، فنحن ما نقول عيد ميلاد، نقول يوم ميلاد. فالعائلة اتفقت مع أهلهم وقرايبهم انهم يحضرون الحفل عشان يسوون حفل
بمناسبة يوم ميلاد بنتهم شارلوت، وفي هذا اليوم واللي كان بيكون يوم الكارثة الكبرى. كالعادة الأطفال متجمعين وحفل وغناء وأغاني ومدري إيش، يعني داخلين أجواء الحفل بقوة، شغل مرتب، يعني شغل حلويات، عصاير، شيبسات، أكل، شرب، يعني كل واشرب إلين ما تقول بس، أو إلين ما خلاص تنقع، إلين ما التانكي عندك يفول وخلاص الكرش مليان. طبعا وقتها شارلوت كانت تلعب مع الأطفال والكلب كان وياهم قاعدين يلعبون ويا بعض، شارلوت والكلب والأطفال كلهم يلعبون ويا بعض. وفجأة وبدون سابق انذار الكلب بدأ يصارخ وقام ودف الطفلة شارلوت بقوة وينبح بصوت عالي بشكل قوي وشكل مرعب ومخيف، أول مرة يصارخ بهذه الطريقة. طبعا شارلوت لما شافت المنظر هذا كأول مرة تشوف هذا المنظر من هذا الكلب بدأت تخاف وتصارخ وتصيح وتنهار من البكاء. هي طبعا ما تحملت الوضع، هزت الشرق والغرب. فلما سمعوا صريخ شارلوت راحوا الأب والأم والجماعة اللي وياهم في الحفل، وعلى طول شلوا عصا بيدهم عشان يضربون الكلب ويدافعون عن بنتهم. فلما وصل أبوها عند الكلب رفع العصا عشان يضربه، ولكن قبل ما يضرب الكلب انصدم. لاحظ انه دقيقة يا جماعة الخير، وقفوا، هذا الكلب ما قاعد يعتدي على بنتي ولا قاعد يصارخ عليها، دقيقة نحن ترى فاهمين غلط، الكلب هذا قاعد يدافع عنها. طيب يا ماجد يدافع عنها عن شنو؟ الأب لما كان ماسك العصا ورافع يده عشان يضرب لاحظ ان قدام او امام الكلب كان في ثعبان، والسم للثعبان هذا كان من الدرجة الثالثة، سم الدرجة الثالثة، يعني حرفيا إذا الثعبان عض شارلوت عضة واحدة بس شارلوت بتودع الملاعب، ما فيها نقاش، خلاص انتقلت إلى رحمة الله. طبعا للمعلومية الثعابين درجة السم فيها درجات، في درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة بالترتيب. هذا الثعبان كان من السم الدرجة الثالثة، فنقدر نقول لولا الله ثم هذا الكلب لكانت طفلتهم شارلوت في مهب الرياح وتوفت، خلاص ودعت الملاعب، جي على قولتهم. وطبعا الكلب ما خلى الثعبان يلمس البنت ولا حتى لمسة واحدة، ما قدر يلمسها ولا حتى يقترب منها. يا رفقة الخير، المثل يقول لا تحكم على الكتاب من غلافه، فقد يبدو المنظر الخارجي شيء ولكن من الداخل شيء آخر تماما. وترى مو معناته تشوف شيء من أول مرة تحكم عليه أن هذا الشيء سيء أو العكس، ما نحكم على الشيء من أول نظرة. وفي أشياء ترى والله في أشياء تبدو من الخارج أعوذ بالله ولكن من الداخل ما في أصفى منه. يا رفاقة الخير، الكلاب بشكل عام الله يعزكم أوفى من بعض البشر، وصفة الوفاء هي من أجمل الصفات، وللأسف ما هو موجودة كثير في هذا الزمن. نادر تشوف شخص وفي لشخص آخر. وفي قصة قصيرة ما راح أطول عليكم، القصة تتكلم عن وفاء الكلب. يروى أن ملك من الملوك أمر بتربية 10 كلاب وحشية، والسبب في هذا الأمر أنه عشان إذا أي وزير يقول كلمة بالغلط يقط الوزير عند الكلاب تخلص عليه. وفي يوم من الأيام وزير من الوزراء قال كلمة بالخطأ، فالملك على طول أمر حارس الكلاب ياخذ الوزير ويعق على الكلاب، تعالوا خذ هذا الوزير وقطع حق الكلاب عشان يخلصون عليه. غلط بسيط منه بس، أخطأ ما في، على طول ودع عند الكلاب يتخلصوا عليه. فقال الوزير للملك يا ملك أنا خدمتك 10 سنوات، بس عطني فرصة 10 أيام أجهز نفسي للموت، وبعد 10 أيام هذه قطني عند الكلاب قدام الشعب كله حتى ما عندي مشكلة، 10 أيام بس أبغى 10 أيام. فالملك قال تمام 10 أيام خذ 10 أيام. وطبعا الوزير 10 أيام هذه كلها قضاها عند الكلاب، رباهم وأكلهم وشربهم واهتم فيهم لمدة 10 أيام. المهم بعد ما خلصت 10 أيام جاء اليوم اللي لازم إنه يقطونه عند الكلاب عشان يخلصون عليه. أمر الملك إنه ياخذون الوزير ويقطونه للكلاب أمام الناس كلها. فلما دخل الوزير عند الكلاب الكل انصدم، لأن الكلاب جو لعنده وقعدوا وياه ولعبوا وياه ولا حتى هاجموه ولا حتى صووا له أي شيء، ما أذوه حتى. فالملك انصدم وقال شلون الكلاب ما هجموا عليك؟ مستحيل، إيش السالفة؟ فقال الوزير يا ملك أنا خدمت الكلاب لمدة 10 أيام فقط، وشوف كيف الوفاء، أما أنت خدمتك فوق 10 سنين واخطأت مرة واحدة بس، نكرت كل هال10 سنين بسبب خطأ بسيط مني. 10 سنين ولا كأني سويت لك شيء. يا رفاقة الخير، الوفاء الحقيقي هو شخص معك بكل الظروف، مو على حسب ظروفك، معك في السراء وفي الضراء،
بل في الضراء قبل السراء. وفعلا الوفاء من أروع الصفات اللي يتحلى بها المرأة، فالوفاء من علامة الإخلاص والعطاء وحفظ العهد بعيدا عن الخيانة والغدر، وهو يقرب الناس إليك. وقديما عند العرب كانت عندها قيمة عظيمة، ومن أقوالهم: الوفاء أخو الصدق، والعدل والغدر أخو الكذب والفجور. فالوفاء يعني البذل والعطاء والتضحية والصبر، وذلك بالاهتمام بمن كنت وفيا له، والحرص عليه والخوف عليه من الأذى، ومراعاة شعوره وحاسيسه، وتقدير جهوده وشكره، وعدم إفشاء سره، والحفاظ على خصوصياته. ولو نقعد نتكلم عن صفة الوفاء، الصفة العظيمة هذه والعظمة لله، ما بنخلص من المدح لهاي الصفة النبيلة والنادرة في زمننا الحالي، صفة الوفاء. ايه صح، دقيقة يا جماعة، مو معناته انك تروح تشتري اخطر نوع شراب في السوق، لا، ترى حط شارلت مو مع الكل. الله ما بلغت الله ما فشل. ما تروح اشوف عين واحد يتحمس يروح يشتري لي والله ايش اخطر نوع من الشراب في السوق. طول لي بالك وطولي لي بالك. اوكي. ووصلنا لنهاية القصة. اتمنى ان القصة نالت على اعجابكم. في النهاية، اذا كنتوا اول مرة تشوفوني، اتمنى انكم تشتركون بالقناة وتفعلون زر اللايك، واتمنى ان القناة تعجبكم جميعا. فعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم اي قصة جديدة تنزل في القناة. يعطيكم الصحة والعافية. كان وياكم اخوكم ماجد العوضي، واشوفكم على خير وبقصة اخرى. وفي الختام كالعادة نقول: نقطة واخ سطر وبس.